بيبتدي ملخصنا بخبر عن السيد موريس، رجل الأعمال المشهور صاحب شركات كول المشهورة، واللي بيعلن عن جايزة كبيرة جدا اللي يدله على بنت صغيرة قابلها وقت ما كان طفل، واللي ناوي يتجوزها ويحقق لها كل اللي تتمناه. وبنشوف موريس اللي بيكون رجل وسيم جدا، وهو مع مساعده جين اللي بيسأله لو الرسمة اللي طلبها تشبه الطفلة اللي بيدور عليها فعلا، وبيقوله أيوه. هو بنعرف إنه ما يعرفش اسمها، وبيكون مسميها طفلة المنقذة. وبيرجع موريس بذاكرته لورا لما كان عمره 8 سنين، وشافته بنته وهو قاعد على جنبه وبيعيط وشكله مبهدل خالص، فبتمد ايدها ليه عشان تساعده، وهو بيسألها لو مش قرفانة من شكله، هو بتقوله لأ، وبتسأله إذا كان متسول، هو بيقول لها لأ أنا بس تهت من أهلي، هو مش عارف أرجع لهم تاني. فبتسأله عن اسم عيلته، هو بيعرفها الاسم، وهنا بتقرر تاخده معاها للبيت لأهلها عشان يوصلوه لأهله. هو ساعتها موريس وعدها إنه هيدور عليها لما يكبر ويكافئها ويتجوزها، فبتفرح الطفلة جدا وبتقوله إنها تستناه. وهو بيلاحظ في الوقت ده إن على إيدها وحمة حمر بتكون على شكل قلب، وبتتحفر في ذاكرته من ساعتها. وبنرجع بقى للوقت الحالي، وبنشوف بنت جميلة اسمها روز، وهي سايقة السكوتر بتاعها، وبتكون مسرعة جدا لأنها رايحة مشوار مهم، بس بالغلط بتخبط في عربية موريس. اللي بينزل من العربية هو جين، وهو بيعرفها إن الخدش ده هيكلفها كتير، فبتتأسف له وبتسأله عن تمن التصليح، ولما بيقول لها مليون بتشهق من الصدمة. دي لو مطلية دهب مش هتبقى بالرقم ده، لكن موريس بيعرفها إن دي عربية محدودة الإصدار، والطلاق بتاعها بيكلف كتير، وهي نفسها معدية 9 مليون. بتتفاجئ روز بالرقم اللي قاله، بس كانت مضطرة إنها تمشي بسرعة لأنها رايحة فرح صاحبها يان، عشان كده بتدي لموريس الرقم بتاعها، وبتقوله يتواصل معاها عشان يبقوا يقسطوا الفاتورة دي وبتمشي. بتوصل بعدها الفرح يان ومايا، كان الكاهن بيسأل لو حد محترض على الجوازة دي، فبترد روز اللي بتعرفهم إنها محترضة. طبعا مايا بتتعصب وبتطلب من يان يطردها، بس بيقولها إن هو كمان مش عايز يتجوزها، هو إن دي حبيبته روز ومش هيتجوز غيرها. وبيظهر إن مايا عملت خطة عشان توقعها وتتجوزه وهو بيكرهها. بتمشي مايا وبيكمل يان طقوس الجواز مع روز قدام الكل، وبعدها بيقفوا على جنب وبيكلموا. هو بيظهر إن كل ده كان مجرد تمثيل، لأنهم مجرد أصدقاء مش أكتر. ويان بيشكرها لأنها خلصته من مايا اللي كانت لازقة فيه زي اللبانة، وهو بيقولها ما تيجي تتجوزيني بجد ونخلص، وبتقوله لأ طبعا احنا صحابه بس، وبتمشي بعدها. بس بتخبط في موريس اللي شافها وهي بتهزر مع يان، وأول ما بتشوفه بتقوله سلام قوم رب رحيم، هما بيطلعوا امتى دول؟ وموريس بيقولها تلم لسانها، وبيفكرها ان عليها دين تسده، فبتقوله مش معقول هتاخد مليون مقابل خدش عربية زي ده؟ فبيقول لها هو ده اللي عندي. بتعرفه انها مفلسة وعمرها ما هتقدر على مبلغ زي ده، فبيعرض عليها تشتغل عنده في البيت خدامة. بترفض في الأول طبعا، بس أول ما بتسمع الرقم اللي هيديهولها بعد خصم مبلغ الخدش كل شهر طبعا بتنبهر وبتوافق على طول. وموريس بيكون واخد عنها فكرة إنها بنت استغلالية ومادية وبتبيع نفسها للي بيدفع أكتر. هو بتمشي معاه وبيشوفه ميان وبيسأل نفسه لو موريس جه فرحه بجد. هو بيتأكد إنه جه بس مكانش متأكد لو اللي معاه روز ولا لأ. هو بيوصلوا بعدها للبيت، هو بيقول للشغالة تسلمها لبس الخدم وتخليها تاخد شاور لأن مش طايق ريحتها. بتتضايق روز من كلامه الوقح ده، هو بتروح مع الشغالة التانية اللي بتسلمها لبسها، وبيبان إنها متكبرة عليها ومفيش أي احترام خالص. بتغير روز وبتروح عند موريس وبتسأله إذا عايز حاجة، فبترد الشغالة التانية اللي بيكون اسمها ليلى، وبتقول لها لازم تحترم السيد موريس وتتكلم معاه عدل. روز بتقرر تعصر على نفسها ليمونة وبتسأل السيد عايز ايه، بيقولها عايز اشرب. بتروح تجيب له مية وترجع، فبيقولها ان المية دي ساقعة، فبتاخدها تبدلها بمية سخنة وبترجع، هو بيقول لها المية دي سخنة، فبتاخدها للمرة الأخيرة وهي بتنفخ، وبتحاول تظبطها بالمجفف وبترجع له تاني، فبيقول لها تبعد عنه لأن ريحتها وحشة، فبتسيبها له على ترابيزة. بيقوم في الوقت ده بيقول لها إنه مبقاش عطشان بس عنده شغل جديد ليها. هو بيؤمر ليلى إنها تديها قماشة وتخليها تمسح كل حيطة في الأرضية لحد ما تلمع من غير أي أدوات حديثة، وكأنه بينتقم منها وبيعذبها. فبتنزل المسكينة تمسح الأرض، بس ليلى بتسيبها وبتمشي وكمان موريس، فقررت إنها تهرب من الجحيم ده. إيه اللي يجبرها تستنى أصلا؟ عشان كده بتطلع البلكونة وبتحاول إنها تنط رغم إن السور عالي، بس بتغامر وبتنط لأنها شايفة إن موريس ده خلاص كده حد مفتري وما ينفعش يتعاش معاه، بس لحسن حظها إن حد بيلقفها من تحت، وبتستغرب لأنه شخص تعرفه وهو جون اللي بيسألها إيه اللي جابها هنا وليه نطت من هنا. فبتعرفه انها بتهرب من وحش مفتري، فبيعرف انها بتتكلم عن اخوه ولكنها ما بتكونش عارفة انهم اخوات، وبيسألها بتعمل ايه هنا، فبتقوله انها بتشتغل عنده،
هو لما بيعرف حكايتها بيقرر إنه يسد دينها، لكنها بترفض وبتقوله إنها هتتصرف. قبل ما تمشي بيقولها إنه في حفلة الليلة وعايزها تيجي معاه، فبتوافق وبتروح معاه فعلا للحفل، بس بيسيبها لدقايق وحدها. وبتقابل مايا مرة تانية اللي بتقولها إنها خطفت رجالة وخطفت من هيان وهي هترجعه، بس روز بتقولها إنه مش بيحبها، فبترد وبتقولها بس أنا بحبه وكنت عايزاه بس انتي خطفتيه. وهنا روز بتقولها تلاقي طريقة وتوقعه في حبها من غير كدب ولف ودوران، لكن مايا بتتوعد لها إنها تدمرها وهتنتقم منها وترجع يان ليها تاني. وروز بتقولها اعملي اللي انتي عايزاه، فبتتعصب مايا منها وبترش عليها المشروب، لكن بيوصل جون اللي بيحميها والمية بتيجي عليه. بتتأسف له وبتقوله إن روز بنتي مش كويسة وبتضحك على الشباب عشان الفلوس، لكن هو بيقولها قدامك دقيقة واحدة عشان تختفي من قدام عيني، فبتمشي من خوفها. بتحاول إنها تنضف له الجاكيت بتاعه، لكن بيوصل موريس اللي بيشوف اللي حصل وطبعا بيسألها ايه اللي بيحصل هنا، فبتخاف منه روز وبتقوله الدنيا صغيرة قوي. هو بتعرف جون ان ده الوحش اللي كانت بتهرب منه، فبيقول لها ده يبقى اخويا. بتستغرب طبعا، وجون بيقول لاخوه يا ريت ما يخوفهاش وبلاش يقول لها انه بيحبها لانه عايز يقول لها بنفسه. بس موريس بيزوح اخوه وبيقول له يمشي يجيب له علاجه لانه تعب. مرض ايه ما نعرفش، هو مش ده المهم. المهم انه بيمشيها عشان يستفرد بالغلبانه دي، هو بيلزقها في الحيطه وبيهددها لو ما بعدتش عن اخوه لانه عارف ان هي استغلاليه وبتحب الفلوس. بس روز بتزعله وبتقوله انها ما كانتش تعرف ان هو اخوه اصلا، وبتسيبه وبتمشي. بس بتلاقي جين في وشها لما بتنزل من الاسانسير وبياخدها لبيت موريس تاني عشان لسه ما خلصتش اللي عليها. ولما بتوصل بتلاقيه ناويلها على نية سودا وبيسألها لو مسميها وحش زي ما اخوه قاله. بتقوله ابدا، اوعى تفهم صح، قصدي اوعى تفهم غلط، انا كنت بهزر. ولما بتلاقيه بيفرك رقبته كده بتقترح عليه تدلكها له، بس هو بيطلب منها تحضر له حمام دافي. بتوافق روز لكنها بتقرر تعلمه الأدب وبتسخن المية على الآخر، وبعدها بتنده عليه. وأول ما بيخش للبانيو بتكوبه عليه المية فبيتعفرت، وطبعا بيتلسع من السخونة وبيطلع جري. هو بيطلب من الشغالة تلج وبتقوله أنا كنت فاكراك جامد وبتستحمل يعني، بعدين ده أصلا علاج. لكنه بيحلف لا يردلها المقلب ده بس بطريقة تخليها تعيط. وهنا روز بتقرر تلم الدور لأنها عايزة تخرج مع أصحابها ولازم تاخد الإذن من موريس عشان يسيبها تخرج، فبتاخد التلج وبتعمل نفسها زعلانة عشانه. هو بتقوله إنها محتاجة تخرج وهو بيسألها انتي ناوية تخرجي مع مين لأن اللي زيك ملهمش صحاب. فبتتعصب روز عليه وبتقوله ليه ده نص الصين كلها يبقوا صحابي، فبيرفض برضه لحد ما بيوصل جون اللي بيسأل روز عاملة ايه. هو بيسألها هي لسه في الحفلة ومشيت، فبتعرفه ان اخوه هو السبب. بس لما بتنادى عليه باسمه بيتضايق موريس وبيقولها ما تنساش مكانتها وانها مجرد خدامة ولازم تنادي اخوه بالسيد جون. وجون بيقول لاخوه ان هو بيحب روز تناديه باسمه وبيطلب منه ما يتكلمش معاها بالطريقة دي تاني. بس بتطلب من جون انها تخرج لكن موريس رافض، فبيقول لها جون تمشي وملهاش دعوة باخوه، فبتمشي وهي فرحانة وبتقعد تغيظ فيه. هو طبعا موريس بيتعصب من اخوه، بس جون بيقوله انه لازم يتعود على روز لانها تبقى مرات اخوه. وهو بيقوله موريس هو انا وافقت، فبيرد لا، فبيقوله خلاص يبقى تنسى موضوع جوازك منها. وبنروح بقى الروز اللي بتكون غيرت لبسها وخلصت تنظيف وراحت تقابل شخص اسمه ايلي معيان. بس بتقابل مايا اللي بتسألها ايه اللي جابها هنا، فروز بتقول لها انت شكلك كده مراقباني، هو كل ما اروح مكان الاقيكي فيه. بس مايا بترد ان هي اللي سرقت حبيبها، لسه بتمشي وراها عشان تضايقها. لكن بيوصل يان في الوقت ده اللي بيقول له مايا ان هو اللي طلب من روز تبوظ الفرح لانه مش بيحبها وهي لازقه فيه زي اللبانه. هو بعدها الكل بيروح يقابل السيد ايلي واللي بيكون النهارده عيد ميلاده، وكل واحد معاه هديه الا روز اللي بتتحرق. بس يان بيديها تميمة هو بيكون تمنها غالي جدا عشان تديها لآيلي، لكن الكل لما بيشوفوها بيتريقوا عليها لأنها في نظرهم رخيصة. حتى ما بتاخدها ترميها في الأرض وتدوس عليها. وهنا يان بيزعق لأن التميمة دي غالية جدا ومن شخص مشهور. هو لما بيسمع آيلي اسم الشخص ده بيزعق لمايا لأنها دمرت التميمة اللي كان نفسه فيها. هو بيطلب منها تعوضه بس بيكون تمنها غالي جدا عليها. هو بعد ما بيهدوا بقى بيقعدوا يتعشوا، وفي الوقت ده كان موريس عرف هي فين وبعت لها ازاز مشروب غالية جدا وطلب من النادل ان هي اللي تفتحها بنفسها. وبنرجع للعشاء تاني وبتوصل للازايز فعلا وبتصمم مايا انها اللي تفتحها عشان غالية. بس بعدها مدير المكان بيطلب تمنهم اللي لما بتعرفوا مايا بتتخض من الرقم وبتقول انهم جايين لروز اصلا. بس روز بتخلع بذكاء لما بتقول ان هي ما فتحتش اي ازازة، يبقى اللي فتح هو اللي يحاسب.
وهنا مايا بتلبس في تمن التميمة والمشروب، وده أكبر دليل على من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. بيوصل موريس في الوقت ده وبيعرف إن روز ما فتحتش ولا إزازة، فبيتضايق وبيقرر إنه هنا قدام الكل، وبيقول لها إنها لازم تروح دلوقتي لأن عندها شغل، وبيعرف الكل إنها شغالة خدامة عنده. وطبعا بيتريقوا عليها، هيسكتوا مثلا؟ أبدا، وخصوصا مايا اللي بتقلل منها. هو يان لما بيعرف بيسألها عن السبب، فبتقوله إنها تبقى تحكيله بعدين، وبيجبرها موريس تشرب مشروب بس بيطلع حراق قوي، فبتجري على بره تجيب كل اللي في بطنها. هو بيروح لها موريس وهو على وشه علامات الانتصار عشان قدر يردولها المقلب اللي عملته فيه. بس روز المرة دي بيبان عليها إنها اتضايقت بجد. هو بتقرر تروح معاه وتعمل اللي يطلبه منها، بس في الطريق بتعاتبه على اللي عمله، فبيقول لها إنه محضر لها مقلب تاني وهو حمام سخن عشان يشوف العلاج بتاعها هتقدر تتحمله ولا لأ. وهي هنا بتتأسف له وبتقوله ما يبقاش قلبك اسود، لكنه بيرفض يسامح. فبتنزل من العربية وهي متعصبة، وبينزل وراها موريس اللي بيكون فرحان لأنه بيحب يشوفها وهي متعصبة. هو بيقول لي ليلى تلغي موضوع الحمام السخن ده، فبتستغرب لأنه عمره ما رجع في كلامه. هو بترجع تلبس لبسها بس بتقعد مع جون وبتختار لبس ليه، ولما بيختار حاجة أكبر من سنه بتقوله بلاش تبقى معقد كده زي أخوك الكبير. وما بيكونوش حاسين بالوقف وراهم. وطبعا موريس بيتعصب وبيزعق لروز، هو بيقول لها إنه حذرها أكتر من مرة عشان ما تنساش هي مين وهما مين. هو مش المفروض إنها تقعد جنبهم أبدا. والمرة دي كلامه بيأذيها جدا. هو بتتأسف على اللي حصل وبتوعده إنها مش هتنسى تاني هي مين. لكن موريس مش بيرحمها. هو بيقول لها تروح تشوف شغلها، وجون بيعاتب أخوه لأنه بيسعى عليها وهي هتكون مراته المستقبلية. فبيهددوا موريس لما بعدش عنها هيبعتوا للعيلة برا البلد ويحرموا يدخلوا الصين تاني. فبيقوله خلاص بس بلاش تضايق روز تاني بالطريقة دي. وبعدها بنشوف روز وجون وهما بيلعبوا سوا وبيكونوا مبسوطين وقاعدين يضحكوا. وطبعا موريس بيتضايق من اللي شايفه او غيران ما نعرفش، وخصوصا لما روز بتلعب مع اخوه بالصابون على وشه. فموريس هنا مش بيقدر يمسك نفسه اكتر من كده. هو بيقول لهم انهم اتخطوا الحدود وانه هيبعتوا بره لو حاله ما اتصلحش وفضل كده، والاحسن انه يتعلم الشغل بدل اللعب. فبيتأسف له وبيعدوا انه مش هيكرر ده تاني. بعدها بيروح لروز وبيهددها لو ما بعدتش عن اخوها هيخليها تندم. بتحاول تفهمه انهم مجرد اصحاب، بس بيحذرها انه لو نفذ تهديده هتتأذي جامد. وتاني يوم بقى بتكون روز شايفة شغلها وبتعمل كل حاجة بالظبط، بس مهما عملت موريس بيحاول يضايقها ولكنها ما بتتضايقش وبتسمح كلامه. فبيستغرب من هدوءها لأنه مش متعود عليها كده. هو بيطلب منها تاكل معاه فبتقوله إنه ده ما يصحش، وهي عارفة هي مين كويس. بيرد إنه مش بيعزم عليها عشان عايزة تاكل معاه، إنما عشان مش بيحب حد يبصله في اللقمة وتعتبر إن ده أمره لازم تنفذه. فبتروح روز تجيب طبقها وبتاكل منه معلقتين وبتقوله إنها خلصت وهتروح تكمل شغلها، لكنه بيطلب منها تغير لبسها عشان هتروح مع المول. فبترفض لأن عندها لسه شغل ولسه ما مسحتش الأرض زي كل يوم. بيتعصب موريس من هدوءها ده وبيقول لها إن ده أمره لازم تنفذه. فبتلبس وبتروح تركب بالعربية ورا، بس بيمشي وبيسيبها. فبتروح وراه وبتقول له يفتح الباب. هو لما بيفتح لها تركب جنبه بتقول له إنه ما يصحش، ولو حد شافه راكب جنبها سمعته هتبقى على كل لسان. هيقولوا ايه بيخرج مع خدامين. هو بيقول لها مالكيش فيه وانه مش الشوفير بتاع حضرتها عشان تركب ورا وهو اللي يسوق. هو بيحذرها لو مركبتش جنبه هتيجي ورا مشي، فبتضطر انها تركب جنبه. وبعد ساعات بنشوفه وهي بتجرب اكتر من بدل، بس زهقت لانه موريس بقاله اكتر من ساعة بيخليها تجرب ملابس رجالي، وكان قاصد انه يعصبها عشان بيحبها، بس بتقرر تعمل فيه مقلب وبتلبس باروكة على شعرها وبتعمل نفسها راجل وبتطلع تعاكس في موريس قدام كل الناس اللي بتفتكر انه راجل مش تمام. وموريس بيفهم انها بتعمل مقلب فبيقرر يجاريها وبيشدها على رجله وبيفضل يقولها انه بيحبها. ولما روز بتحس انه بدأ يقرب منها بجد بتقوم، فبيقوم موريس شايل الباروكة من على راسها. هو بيعرف الكل انها بنت وبيقول لهم معلش يا جماعه حبيبتي بتحب تعمل فيا مقالب وكده. هو بيشيلها وبيدخل بيها على اوضه الدريسنج. هو ما كانوش يعرفوا ان مايا بره وبتراقبهم، وقررت تصورهم عشان توريها ليان ويبعد عن روز ويرجع لها. فبتعرفوا انها زهقت من القياس وهو مش عاجبه حاجه. هو بتطلب منه يخرج بس بيلاقي الباب اتقفل، ولسوء الحظ ان شعرها بيشبك في البدله. هو بيفضلوا يسلكوا في بعض. هو بيتصل موريس على جين عشان يجي يفتح لهم الباب، ولما بيوصل بيلاقيهم بيتخانقوا سوا فبيرجع بسرعه ويقول لهم انا ما شفتش حاجه.
وأخيرا بيخرج موريس وبتغير روز لبسها، بس لما بتخرج بتعرفه إنها عايزة تخرج شوية عشان عندها مشوار ضروري، لكنه بيرفض وبيقولها إن لسه مشاورهم ما خلصتش، وبتقوله ياخد جين أحسن منها وإنها محتاجة تخرج ضروري وهترجع تاني. بتروح تقابل يان اللي بيسألها على طول لو بتحب موريس، فبتستغرب من سؤاله وبتسأله بيقول كده ليه، فبيوريها الصور اللي وصلته وبتسأله مين اللي بعتها لك، هو بيقول لها مايا. هو بيقرر هنا انه يصرحها بحبه ليها قبل ما تضيع منه، وفي الاول بتفتكر روز انه بيهزر وبتسأله حبها امتى، فبيصرحها انه من وقت ما قابلها من 10 سنين بيحبها، وكل السنين اللي فاتوا دي كان خايف يصرحها لحسن تبعد عنه وحتى ما يبقوش اصحابه، لكن روز بتعرفه انها شايفاه صديق وبس ومش هتقدر تحتبره غير كده. بيسألها لو هتروح لموريس لأنه أحسن وأغنى وكمان أوسم، لكنها بتعرفه إن ده أكتر واحد بتكرهه. بيزعل يان وبيطلب منها تمشي وتسيبه لوحده. هما هيفضلوا صحابه كل حاجة، لكنه محتاج وقت، محتاج يقعد شوية لوحده. بس بتسمعه قبل ما تمشي وهو بيحلف إنه هيقاتل عشان تحبه. ولما بترجع البيت بيعرفها موريس إن اللي قفل عليهم الباب هي مايا، وبيسألها لو في عداوة بينك وبينها. هو بتقوله إن مايا هي اللي بتكرهها كده لله في لله، إنما هي مش مهتمة بيها أصلا. وبعدها بيجيلها اتصال من جون اللي بيعرفها إن في فنان مهم عايز عازفة بيانو للعرض بتاعه، وإن هو عامل مسابقة تجارب عشان يختارها. فبتروح بطلتنا على هناك، بس لما توصل بيسيبها لوحدها لحد ما بيبلغ سالي إنها وصلت، لكنها بتقابل من هناك أيوة هي مايا اللي بتسألها ايه اللي جابها هنا، وإنها معزفتش من زمان وهي أولى بالمكان ده، وواحدة زي سالي مش هتختار أبدا وواحدة زيها. بس بتكون سالي واقفة وراهم وسامعة كلامها ومش بتحب أبدا نبرة التعالي اللي في صوت مايا الروز. بتسيب زميلها ديف يختبر روز هو وجون، وبتبدأ روز تعزف بطريقة جميلة جدا. بيستغرب منها جون وإنها لسه شاطرة في العزف رغم إنها سابته من زمان. بيروحوا بعدها لجنة التحكيم اللي سبحان الله بيكون موريس واحد منهم لأن شركته الراعية للمسابقة دي. أما بالنسبة لسالي بتقرر تختار روز للمسابقة لأن عزفها كان حلو، وبتسمعها مايا اللي بتحترض لأن روز كسبت بالمحسوبية بسبب جون وموريس اللي بيعترضوا طبعا على كلامها لأنهم ما خططوش للي حصل. وسالي أعجبت بروز بعد عزفها، وبيطلب موريس من الأمن إنه يطلع مايا برا، بس بتعترض وبتتهم روز إنها بتستغل عيلة كيم عشان تفوز بالمسابقة. بس لما مايا بتسمع مكالمتها مع جون بتتأكد إنهم مرتبوش للي حصل، وموريس بيجيب آخره وبيطلب من الأمن يطلعوا مايا برا لأنها اتخطت الحدود. محدش مضطر يشرح لها حاجة. بعد المسابقة بتخرج روز مع جون لمطعم بس بيكون موجود فيه يان، والاتنين بيتفاجئوا ببعض، ولما روز بتسيبهم شوية لوحدهم بيحترفوا لبعض انهم بيحبوها، وكل واحد فيهم بيقرر يتنافس عليها. ولما بترجع جون بيكون عايز يأكلها، بس يان بيعرفوا ان عندها حساسية من الأكل ده، فبيتأسف لها جون وبيوعدها انه هيحفظ كل حاجة عنها في المستقبل. بس يان ما بيكونش طايقه في الوقت ده، وبتقرر روز انها تنسحب حقنا للدماء وترجع لموريس البارد احسن. بترجع روز البيت وبتلاقي موريس قاعد متعصب جدا، وبتفتكر ان كان وراها شغل ولكنها نسيت، وبتتأسف لموريس اللي بيسألها الساعة كام يا هانم، فبترد انها نسيت الميعاد خالص. بيسألها لو كل الرنات اللي رنها عليها دي موصلتش، فبتستغرب لان تليفونها مرنش، ولما بتبص فيه بتكتشف انه فصل شحن. بيقولها ان بكره عنده اجتماع مهم هيمضي فيه عقد وتعمل حسابها عشان هتبقى معاه، لكنها بترفض بحجة انها ما تعرفش اي حاجة في شغله. هو بيقولها انه بيأمرها مش بيطلب منها عشان تقوله كده وكله بحسابه. ولما بتسمع الرقم اللي ناوي يدولها بتطير من الفرحة وبتقوله انا معاك في اي حاجة، بس بيحذرها لو رفضت له اي طلب وقت الاجتماع هيخصم المبلغ كله فورا. وتاني يوم بنشوفهم سوا في بيت واحد اسمه زان، هو المفروض انهم هيمثلوا عليه انهم مع بعض، بس لما موريس بيطلب منها تحط ايدها في ايده بترفض، بس بيفكرها بالفلوس اللي هتتخصم منها لو رفضت، فبتنفذ امره فورا. هو بيوصل زان ومعاه بنت برضه وبتكون مايا، والاتنين بيستغربوا من الصدف الغير سعيدة دي. هو بتمثل مايا ان هي وروز معارف من زمان، لا وصحاب كمان. وموريس بيعرف زان على روز وبيقول له بكل ثقة انها حبيبته، فبتستغرب مايا وبتسألها امال يانا راح فين، لكن سؤالها بيخلي زان يشك، لكن مايا بتكذب وبتقول انه كان مجرد صديق مش اكتر. هو بتقرر تقعد مع روز لحد ما يتفقوا على بنود العقد. رغم ان روز مش طايقاها الا انها لمت الليله قرر تقعد معاها. كمان مايا قررت تعدي اليوم ده وطلبت من روز ينسوا خلافاتهم القديمه لحد ما يمضي العقد. بس بيرجع الاتنين اخيرا وبيطلب موريس من روز تجيب له ميه، فبتديله كوبايه
أما مايا بتروح تلزق في زان وبتقوله إن روز كانت صاحبة جان الأول، لكنها شافت موريس إنه أغنى منه فسابته، يعني هي بتروح للي بيدفع أكتر. هو بتديله فكرة وحشة عنها خالص، وهي بتغسل إيدها بتتفاجئ بزان وراها وبيشم ريحتها، فبتسأله أنت بتعمل إيه؟ فبيقول لها ولا حاجة بس ريحتك عجبتني، وبتيجي تخرج بيمسكها من إيدها فبتحذره من اللي بيعمله ده لأنه موريس لو عرف مش هيرحمه. لكن زان بيعمل نفسه أهبل وإنه بس عجبه الريحة بتاعتها عشان كده عايز يعرف اسمه، فبتلف تغسل إيدها مرة تانية مكان إيده وبتقوله تقدر تسألني برا، لكنه بيوقفها والمرة دي بيحاول يقرب منها بس بتطلع تليفونها وبتديله في مناخيره اللي بتتعور في ساعتها وبتنزف، وبتعمل انه كان مجرد حدث، وهو بيقول لها ان اللي عملته ده حسابه هيكون كبير، لكنها بتعمل نفسها من بنها وبتقول انها حادثة، فبيعرفها انه هيبلغ موريس باللي عملته. فبتسأله يا ترى هتقوله السبب، هو بتفكره ان المكان فيه كاميرات مراقبة، لما يحب يعمل حاجة زي كده يبقى ينقي مكان مفهوش كاميرات. هو بترجع لموريس وبيكون زان وراها اللي اول ما بيشوفوه بيتخضوا. هو بيسأله موريس ايه اللي حصل في وشك، فبيكدب وبيقولوا ان رجله اتزحلقت فاتخبط في الحيطه، بس طبعا مايا ما بتصدقهوش والكلام ده ما بيخشش عليها، خصوصا ان روز قاعده تضحك عليه. هو بعدها زان بيطلب من موريس يروح معاه لمناقشه العقد، فبيسأل روز لو تحب تيجي معاهم، بس مايا بتروح تمسك فيها ولا كأنهم حبايب، وبتطلب من موريس يسيبها معاها يلعبوا جولف عشان ما تبقاش لوحدها لأنها ما بتحبش جو الشغل ده. فبتوافق روز عشان موريس ما يحسش ان هي بتعطاله. هو بعد ما بيمشوا روز بتقول لها انت مش هتبطلي تمثيل بقى، بترد مايا بتقول لها انها مضطره تعمل كده عشان زان مش اكتر، وبتعرفها مكان لبس الجولف اللي بيكون في الاوضه اللي فوق، فبتطلع روز تجيبه وما بتكونش واخده اخوانه، بس بتتفاجئ بزان وراها مرة تانية. هو بتسأله ايه اللي جابك هنا تاني، ايه ما حرمتش من المرة الأولى، هو بتحذره ان مايا ممكن توصل في أي وقت، فبيقولها سيبك منها، وبيعرض عليها تكون حبيبته ولو وافقت هيتخلى عن السحلية اللي تحت دي وهيتجوزها هي، وكمان هيأمن لها مستقبلها وهتكون زوجة مش مجرد عشيقة، لكنها بترفض وبتقوله انها بتحب موريس وانها مش هتخونه أبدا، لكنه بيفقد صبره على الآخر وبيقرب منها. هو بيحاول انه يحتدي عليها لكنها بتضربه في بطنه وبتحاول تهرب منه، بس هو بيرد لها الضربة بقلم على وشها ومن قوة الضربة بتدوخ، بس بتقدر في الوقت ده تضربه على راسه وتهرب منه، تفضل تنادي على موريس واخيرا بتلاقيه فبتترمي في حضنه. هو بيسألها ايه اللي حصل، هو بيلاقي زان اللي بيكون جاي وراها وراسه بتنزف وهي بيكون باين عليها الرعب، فبيفهم انه كان بيحاول يحتدي عليها، فبيسأله لو حاول يلمسها بس بيكذب وبيقولوا ان هي اللي حاولت تغويه، وهو صدقها، ولما هددها بانه هيقول اللي حصل ضربته على راسه، لكن روز بتحلف ان ده ما حصلش وموريس بيصدقها، وهو بيهدد زان انه هيدمره عشان لمس حبيبته. وهنا بيعرف زان انه خلاص اتكشف، عشان كده بيطلب منه انه يسامحه مقابل 30% من ارباح العقد. وهنا موريس بيطلب من جين مساعده انه يجيب له العقد. هو بتفتكر روز انه استغل الوضع عشان ياخد اكبر نسبة من الاسهم، وزان كده فلت باللي عمله، بس بيصدمها موريس وبيصدمه هو كمان لما بيضربه وبيضغط على ايده اللي لمست روز، وهو بيقطع العقد وبيصمم ان زان ياكله، فبيترجى يسيبه بس موريس بيصمم يا اما ياكله يا اما هيمنع اي حد يتعامل معاه تاني وهيوقف له كل شغله، وكده ده هيعتبر عقاب صغير ليه. هو بتتفاجئ روز باللي عمله عشانها، هو بيشيلها وبيرجع بيها للبيت وهي بتقوله ان اللي عمله عشانها ده كتير، هو ما كانش ليه لزوم، بس بيقولها ان هي اغلى عنده من اي صفقة. بيقعد يعمل لها كمادات على وشها وهي بتستغرب من المعاملة بتاعته دي، هي مش بتكون مصدقة ان الكلام ده طالع من موريس، وبتسأله اذا كان بخير ولحسن يكون حرارته مرتفعة ولا حاجة. بيجيله بعدها اتصال فبيروح يرد على تليفون اللي جاله وهي بتكمل كمادات. اما موريس بقى بيجيله خبر من جين انه لقى اخيرا قرية طفلة اللي أنقذته زمان. هو بيطلب من موريس يسأل روز عنها لأنهم بيكونوا من نفس القرية، وبما إن القرى بتكون صغيرة فالكل بيكون عارف بعضيه، لكن موريس بيرفض بحجة إنه مش عايز يزعل روز، وبيقوله لما يلاقيها يديها أي مبلغ تطلبه لأنه مش ناوي يتجوزها خلاص، غير رأيه. هو بيدخل لروز تاني بس بتكون نامت، فبيفضل يبص على ملامحها وبيقول لها إنه بيحب يعصبها مش عارف ليه، بس بيحب عنادها معاه، هو بسبب شخصيتها دي هو وقع في حبها، عشان كده من النهاردة هي ملكه
هو ممنوع تقع في حب أي راجل تاني غيره. هو طبعا هي نايمة ولا حاسة ولا سامعة أي حاجة. وفي الوقت ده بيلاحظ موريس إن إيدها اليمين فيها وحمة على شكل قلب، وبيكتشف إن دي تبقى هي نفسها الطفلة اللي أنقذته زمان. هو طبعا بيطير من الفرحة، ما بيكونش مصدق لأن القدر جمعهم تاني، ووقع في حب البنت اللي كان بيدور عليها من زمان وشايل جميلها. هو بيعاتب نفسه لأنه معرفهاش طول الفترة دي، وهي كانت طول الوقت جنبه. هو بينام جنبها طول الليل كأنه كان تايه منه حاجة ولقاها. أما روز لما بتصحى بتتخض إنه جنبها، وبتديله رجل بتطيره من على السرير. الأخت طلعت عنيفة شوية وبتسأله موريس اللي منيمك جنبي يا منيل، فبيكذب وبيقولها إن انت اللي مسكتي فيا، ولو مش مصدقة ممكن يثبت لها. بس روز طبعا واثقة من نفسها. هو بتقوله بلاش، أنا مش من النوع ده بجد، انت ايه اللي خلاك تنام جنبي؟ فبيصرحها انه خاف عليها بعد ليلة امبارح وقرر ينام جنبها، بس بتكون مستغربة من اهتمامه وبتسأله ايه السبب عشان يخاف عليها يعني. بيصرحها لتاني مرة انه بيحبها، فبتتفاجئ بس بتفرح في نفس الوقت. وبتسأله هو ده حصل امتى، فبيعرفها انه حبها بسبب عنادها، وبيسألها لو بتحبه، فبتعترف الاخت على طول انها بتحبه. هو بيقربوا الاتنين من بعض، لكن بيدخل عليهم في الوقت ده جون اللي بيتصدم من المنظر يا عيني، وروز بتتخض. هو بيزعله موريس وبيقول له يطلع بره، مش المفروض يستأذن قبل ما يخش. هو بياخد اخوه بره عشان يفهمه اللي حصل وانه حب روز والمفروض يبعد عنها، بس جون بيتهمه بالخيانة لانه حبها الاول واحترف له بده. لكن موريس بيعرفه ان دي البنت اللي كان بيدور عليها من زمان، وهي كمان حبته، وانها طول الوقت ده كانت شايفاه اخوها، عشان كده لازم يبعد وينساها. بس جون بيسيب البيت وهو زعلان. وبعد شوية بنشوف موريس وهو بيكون نازل وفي ايده روز عشان يفطروا، وليلى وجين مش بيكونوا مصدقين عينيهم. هو بعدها بيروح موريس الشركة، بس بيكتشف انه نسي اوراق مهمة في البيت، فبيتصل على روز وبيطلب منها تجيبها له المكتب بسرعة. وبعد شوية بتروح له الشركة، هو بتطلب من الموظفة تدخلها لموريس. هو بتعرفها انها تبقى حبيبته، بس البنت مش بتصدقها. فروز بتتصل على جين اللي بينزل لها فورا، وبيخلي البنت تتأسف لها، وبيعرفها ان اول ما روز تيجي في اي وقت دخلها لموريس على طول. اخيرا بتوصل لموريس اللي بيسألها اتأخرت ليه واذا حد ضايقها، بس مش بترضى تقول له حاجة. هو بيعرفها موريس ان في سهرة بالليل مع الشباب وعايزها تروح معاه، فبتوافق. وبالليل بتقابل موريس ويان وجون اللي كان زعلان طبعا، وموريس بيطلب منه يتعامل كويس معاها. هو ما يبينش انه زعلان، بس جون بيتضايق منه لانه شايف ان الموضوع عادي. هو بترجع روز للترابيزة وبيطلبوا منها تغني، فبتطلع تغني والشباب بيقعدوا يشربوا، بس جون بيروح للحمام لانه بيكون شرب كتير. هو بتكون مايا شايفاها ومتغاظة منها، هو بتقرر تنتقم منها، عشان كده لما بتخلص بتبعت لها شخص يقولها ان في حد عايز يشوفها. هو اول ما بتبعد عن موريس بيضربها شخص على راسها. هو بياخدها الأوضة فيها جون اللي كان متخدر، وبيحاول يقرب من روز اللي بتفوقه شوية، وبتعرفه ان في حد وقعهم في فخ. وفي الوقت ده اخيرا موريس بيكتشف غيابها، هو بيعرف ان مايا هي اللي خطفتها، وهو عرفته انها مع اخوه في الأوضة وشربته حاجة عشان يحتدي عليها. فبيجري بسرعة على الأوضة وبينقذ روز اللي كانت واخدة جنب. اما جون كان حابس نفسه في الحمام ومتبهدل خالص، ويان بيجي يشيله. هو موريس بياخد روز والاتنين بيروحوا للمستشفى. هو بتكون روز زعلانة على جون واللي حصل له، وبعد شهر بيخفوا الاتنين. هو موريس بيتقدم لها وهي بتوافق. هو بنشوفهم بعدها في الفرح، هو موريس بيهديها طوق بيكون عليه عيد ميلادها. هو بيعرفها ان هو الشخص اللي انقذته زمان من الشارع من 10 سنين. هو بتفرح انها قابلته تاني. هو بيلبسها الخاتم وبيتجوزوا. هو لحد هنا يا حلوين المسلسل بتاعنا خلص. ما تنسوش تدعموني وتحطوا لايك وقولوا له رأيكم في اللي حصل مع جون، لان بصراحة حسيت انه اتظلم وموريس جه عليه قوي. انتوا ايه رأيكم؟